وروي عن عبد الله بن عباس أنه قال: دعا نبي الله نوح عليه السلام لولده وولد ولده مصر ابن بيصر ابن حام، وبه سميت مصر. قال نوح عليه السلام: اللهم بارك فيه وفي ذريته واسكنه الأرض المباركة التي هي أم البلاد وغوث العباد ونهرها أفضل أنهار الدنيا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم، فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم، كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم. لا طيب يعدل تربا ضم أعظمه، طوبى لمنتشق منه وملتزم. وبعد أن صلى القلب والجوارح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرج على قطب آخر من أقطاب الشريعة والحقيقة، هو سيدي أبو الحسن الشاذلي، إمام وحجة الصوفية المتفرد في عصره بالمعارف. أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار، الذي ينتهي نسبه إلى الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولد عام 593 هجرية في بلاد المغرب بقرية صغيرة تسمى غمارة، وهناك تلقى العلوم وحفظ القرآن وتعلم السنة على يد شيوخها، ثم اتجه إلى مدينة فاس وسلك طريق الصوفية، ثم انتقل إلى تونس لدراسة الشريعة وتفقه على مذهب الإمام مالك، وقد بلغ في علوم الدين وسائل وغايات. ويقول عنه ابن عطاء الله السكندري: إن الشاذلي لم يدخل طريق قوم حتى كان يعد نفسه للمناظرة في كل العلوم الظاهرة، وكان مع بلوغه هذه المنزلة يقول: من لم يجده علمه افتقارا إلى ربه وتواضعا لخلقه فهو هالك. وقد كان العلم عنصرا من العناصر التي كونت شخصية أبي الحسن الشاذلي، فهو الذي يقول: إن الجهل والرضا به من الكبائر، فلا كبيرة عندنا أكبر من اثنين: حب الدنيا بالإيثار، والمقام على الجهل والرضا به. فحب الدنيا أساس كل خطيئة، والمقام على الجهل أصل كل معصية. ومع ذلك شعر الشاذلي أن ما يملك من علوم ظاهرة لا يروي ظمأه الملح في التقرب إلى الله، فكيف يسير في الطريق ومن أين يبدأ؟ تعبت يا سيدي بحثا في أرض العراق، والناس دلوني عليك. وعما تبحث في أرض العراق؟ أبحث عن العلم، أبحث عن قطب أتعلم على يديه. جئت تطلب القطب في العراق بينما هو ببلاده. عد يا ولدي للمغرب، ففيها القطب الجليل محمد بن عبد السلام بن مشيش. وعاد الشاذلي إلى المغرب ليلتقي بمعلمه ابن مشيش، وكان من أدبه الجم ومن تقديسه للعلم أنه كان يغتسل ويتوضأ قبل أن يلتقي بأستاذه ومعلمه، ويقول له ابن مشيش قبل أن يبدأ معه الدرس: يا أبا الحسن، ينبغي على طالب العلم أن يعود إلى صفر الأفكار ليمهد لنفسه أن يتلقى فيوضات من يعلمه،
ويظل الشاذلي يتلقى العلم حتى سمعه معلمه وهو يدعو: اللهم عرفني بالملأ الأعلى ولا تعرف الناس علي. اللهم إني أسألك إعراض الناس عني وإعوجاجهم علي. انتهت إقامتك الآن هنا يا أبا الحسن. اذهب إلى إفريقية، فإن بها بلدا تسمى شاذلة، فإن الله يسميك الشاذلي. ويذهب الشاذلي إلى تونس ويؤتى ما يؤتى من قبل الله ويعلم الناس ويصير إماما مسموعا، وفيها يلتقي بتلميذه ومريده سيدي أبي العباس المرسي، ويمتدحه الإمام البصيري شعرا فيقول: أما الإمام الشاذلي طريقه في الفضل واضحة لعين المهتدي، قطب الزمان وغوثه وإمامه، عين الوجود لسان سر الموجد، ساد الرجال فقصرت عن شأوه همم المآلب للعلا والسؤدد. مكتوب عليك الهدى والراشدين عشاق، حبك بعت لك ضياء يهدي به من شاء، وانت الرشيدة الراشدة والأصل في الأشياء، والراحة بعد السفر وانت الأمان بعد الخطر، وانت الرضا يا سيدة والبلسم الترياق. وترك الشاذلي تونس إلى مصر، وكان له أثر واضح في حركة الطرق الصوفية بها، ونزل بالإسكندرية بالقرب من كوم الدكة، وظل يدعو الناس في مسجد العطارين 14 عاما. يا حبيباني ومدنى ومشربية، يا إيدي يا صبرا يا حكاية فهية، شلالات النيل ضفاير وانا عاشق دمي فاير، يا عروسة ومهجها روحي الأبية، يا نجمة منورة ليل الزمن ابتسامة تلولي، وعيونك سكن مصر يا أمي وحبيبة، يا دهاء وحلاوة طيبة حبيبة، يا